دكتور بركات، معالي دكتور بركات الأخ العزيز ذكر كل ما يجب أن يذكر، ولم يترك لنا في موضوع البرنامج الانتخابي، وهو برنامج توافقي بين حزبي البناء والعمل وحزب البناء الوطني. ونحن همنا الوطن وشعارنا الأردن أولا، وعندما يكون الأردن قوي حتما سنقوم بالواجب على أتم وجه. فلذلك وتماشيا مع ما أراد جلالة الملك من إصلاحات سياسية تؤدي إلى إصلاحات اقتصادية وتؤدي إلى مجتمع آمن ومستقر، ارتأينا أن نبدأ بتنفيذ القانون. أولا كان قانون الأحزاب، والحمد لله يعني شكلنا الأحزاب الوطنية بها الوجوه الطيبة وبها القامات المحترمة. وبعد ذلك فوجئنا أو يعني مباشرة لم يتح لنا المجال لتطبيق برامجنا أو حتى إعداد بعض البرامج. كان هناك الاستحقاق الآخر، وهو الاستحقاق الذي يكمل الاستحقاق الأول اللي هو الانتخابات النيابية. فكان لابد أن نتوافق في هذا الجانب، والقانون سمح بالتحالفات، وكان لنا شرف أن نلتقي مع أخوتنا في حزب البناء الوطني ضمن معطيات وطنية أردنية بحتة تحقق إن شاء الله أهداف للمجتمع الأردني بشكل عام. فاشتشكل هذا التحالف، وإن شاء الله يعني نتمنى على الجميع أن يدعم هذا التحالف ببرنامجه وبأهدافه التي سيقدمها يعني بتعاون الجميع. حقيقة يعني شوية بدي أحكي عن النواب والمجالس النيابية السابقة وما أدت به المواطن الأردني إلى عدم الثقة في كل المجالس التشريعية، لعدم إنتاجيتها على يعني على خلينا نحكي إنه شيء ملموس لم نجد. فلذلك عندما تتحدث مع أي كان بالشارع بالسيارة بأي مكان تكون فيه بيقول لك والله يا أخي النواب لم يقدموا شيء. هذا طبعا الذي كان والذي موجود لدى ثقافتنا عامة أضعف الثقة بين المواطن والنائب، لأن النائب لم يقم بما يجب أن يقوم به، لم يقم بواجبه التشريعي والرقابي، لم ينتبه لنفسه بأنه هو مطلوب منه أن يكون حامل هم هذا الوطن، متطوع ليس متنفع، لا يبحث عن مصالح شخصية. يجب أن يقدم لهذا الوطن ما يجب أن يقدم، أن يمثل الوطن خير تمثيل، لا أن يمثل عليه. فكان يعني نشوف من السلبيات السابقة من خلال يعني بعض المرشحين والذين وصلوا طبعا، أما من خلال مال أسود أو من خلال طريقة أو أي طريقة كانت لم تكن شرعية، ووصل للكرسي اللي وصل له، وأدى بالنتيجة إلى أنه يحقق مصالحه أو أنه يسترد أمواله التي خسرها أثناء الحملة الانتخابية. بالإضافة لذلك كما نحن كمواطنين نحمل النائب بأنه نحوله من نائب برامجي ونائب تشريعي ونائب الأصل أن يكون مشرع ومراقب وممثل الوطن، نحول إلى نائب خدمات، لأن نصف الكاهل بالطلبات مما يؤدي به إلى أن يذهب إلى الحكومة ويستجدي. ونجد أنه هناك بعض أنه ينتظر ساعات طويلة عند باب وزير أو أمين عام عشان يؤدي خدمة لشخص محدد، مما يفقد الهيبة. فإحنا حقيقة يعني من خلال الأحزاب واللي هي رؤية ملكية سامية بأنه الحزب راح يكون مظلة لمن يترشح ويصبح نائبا لهذا الحزب، بأنه يجب أن يتقيد بالبرنامج الانتخابي، وأن يكون هذا البرنامج هو الهدف من هذا البرنامج، أنه يعني يكون هو عنوانه الرئيسي تحت قبة البرلمان، لا يبحث عن مصالح شخصية ولا يساعد على أن يعتدي على حقوق الآخرين، ولا يكون مظلة لتغطية يعني تغطية قد تكون بعض القضايا الفساد أو ما شابه ذلك. نسعى إلى أردن قوي، مواطن
قوي، اقتصاد قوي، نظام اجتماعي متين، نظام تعليمي أيضا يكون له مردود إيجابي، نظام صحي شامل يغطي كافة جوانب الوطن. نسعى إلى أن نحسس كل القضايا التي نعيشها واللي إحنا كنا بنحسها من فقر وبطالة وغلاء معيشة وأسعار وما شابه ذلك. وتحدث الدكتور أيضا عن موضوع الطبقة الوسطى وهي معيار في كل المجتمعات المتقدمة. إذا كانت الطبقة الوسطى هي الطبقة الأكبر والأعرض فيكون المجتمع فيه استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي. وإذا كانت الطبقة الوسطى هي طبقة فقيرة فحقيقة هذا عنوان لأنه المجتمع فيه خلل ما. فإن شاء الله يعني بتحالفنا أن نسعى مع كافة المخلصين بهذا البلد بهذا الوطن، وأن نكون يعني بإذن الله، وهذا عهد ووعد، بأن لا نتكلم إلا بما يجب وبما يكون في مصلحة الوطن بشكل عام والمواطن، أن نبحث عن مكاسب شخصية أو مصالح ذاتية. وأيضا يعني أشكر زملائي المرشحين الذين كلهم قامات تحترم، وشرفوني أن أكون رقم واحد في هذه القائمة. وهذا لا يعني أنه أي فرد فينا في هذه القائمة هو يتميز عن الآخر، كلنا سواسية وكلنا في مهمة واحدة. مهمتنا هو تحقيق النجاح لهذا التحالف، وأي واحد منا يمثل هذا التحالف.